السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم جيتكم بواحد الوصفة خطيرة اللي ما الدجاج ديالو ما تيبيضش. انت غتشد الخبز كارم اللي عندك في الدار، يكون اكثرية ديال الزرع، وغديرو في واحد سطيل ديال الماء، ودير عليه واحد شوية ديال الماء دافي. تاخذ بعدا تاخذ واحد الكوربة بحال هادي تكون متقوبة، هانتوما غتحطها، وداك الخبز اللي درتيه في داك الماء حاول تعجنو بيديك بحال هكا، وغتشدو وغتكفحو في هذيك الكوربه باش داك الماء اللي غاز وداك الشيء يهبط، يمشي بحال غي يتعصر. غتشد النخاله غديرها فوق منه كما كتشاهدوا. عمليه سهله في عالم رشيد للزراعه والدواجن. هانتوما تاخذ النخاله اللي عندك، دير واحد الكميه على حسب الدجاج اللي عندك، واحد الكميه. هانتوما تحط داك النخاله، وهاد الوصفه هادي خطيره خطيره هاد الوصفه. وغدير معاها عندك الشعير، ودير سميتها، دير الشعير حتى هو، عفوا انا غطيته باش ما ياكلوش، الدجاج راك عارف. وعندي حتى الفلوس الصغير اللي تيتربى ديال 2 دراهم، حتى هو تبارك الله كبر في هذا القفز هذا. جبتوها صغيور، هانتوما كما كتشاهدوا تبارك الله قداش ولا، وغادي راه قريب يولوا عتوقات. راه جبتهم صغيورين تقريبا، دابا تكون عندهم واحد الشهرين تقريبا، تكون عندهم ولا ما كاملاش، تقريبا تكون عندهم شي 40 يوم تقريبا بحال هكا، حيت جبتهم في الصيف صغار. هانتوما كما كتشاهدوا نجيبوا الشعير ونركبوه على ديك النخاله وعلى داك الخبز اللي درتي في الاول، وغتشدو غتخلطو مزيان. بعدو الاتساع، بعدو خليونا نقادو لكم الوجبه. راه كلشي كيبغي ياكل منها، الدجاج، الفلوس، الدجاج البياض. هاد الوصفه هادي خطيره، انا مهم كنديرها تبارك الله. الحمد لله ما نقولش لكم البيض، الحمد لله كالقى ديما، الحمد لله البيض عندي موجود، اللهم لك الحمد. نتمنى من المشاهدين يبارطاجيو هذا الفيديو مع الناس المبتدئين، الناس اللي ما الدجاج عنده داير مشروع وما. الدجاج خصك تخدم عليه، الا بغيتي يعطيك خاصك تخدم عليه، خاصك دير ليه وصفات اعشاب طبيعيه بزاف، تقلب الدجاجه تشوفها واش مريضه ولا ما مريضاش، خاصك تعرف بزاف ديال الحوايج. كمبتدئ خاصك ضروري تتعلم من الديبار. الفلوس علاش ما تيكبرش عندك؟ ديما خاصك تعطيه ديماراج. كاين العلف البياضه حتى هو موجود. دابا نجيبو نشاركو معاكم سلاليه. المهم انا ما كناخذش واحد الكميات كثيره، كنجيب خنشه كدوز ليا مثلا واحد الشهر ونص. راه تبارك الله كنخلطها مع هاد الوصفات ديال الخبز، حيت الخبز راه صعيب. الا عطيتي الخبز بوحدو للدجاج راه كتقتل الدجاج ديالك، صافي تتسد عليه الغشاء ديال التبييض، كتسد ليه. هانتوما كما كتشاهدوا نعطيو نجيبوا واحد شويه، نعطيو الدجاج اخر ديجا. هذا الدجاج خليط السلالات، فيه انواع، وكاين بعض البلدي هنايا، ولكن البلدي انا غنحاول نحيدو لحقاش البلدي راه ما تيولدش بزاف. الدجاجه كتجيبها مثلا كتولد البيضه على 4 ايام، راه خساره. ولكن الفيوم الحمد لله ونيو جيرسي وخليط السلالات راه الحمد لله راه تبارك الله وصل عندي، راه ما نقولش لكم البيض. وتا هاد الوصفات اللي كنعطيو للدجاج ديالنا وصفات زوينه، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو. هذا في عالم رشيد للزراعه والدواجن. تابوناو عندي فلاشين ديالي وتبركوا على الجرس، واللي بغى شي استفسار شي حاجه مرحبا والف مرحبا. كما كتشاهدوا الفلوس الحمد لله في حاله جيده. هانتوما كما كتشاهدوا البيض، اللهم لك الحمد، اللهم زد وبارك، تبارك الله وصل عندي الحصيله ديال هذا اليوم هذا كما كتشاهدوا. نشوفوا هنايا علاش الدجاج ما كيبيضش لتحت. هانتوما بعض البياضات ديروهم انا لتحت، راه الدجاجات كتبغي تاخذ راحتها الفوق. هانتوما واحد الدجاجه ديجا غنلقاها مازال كتبيض، ها هي هاهما الحمد لله. يلا هادي برزت جيت مع الولاده يمكن ديال البيض. الحمد لله على كل حال. نتمنى
من الاخوان. انا عندي القناه ديالي كما قلت لكم، القناه الاولى ديالي راه مشات ليا، ودابا راه بديت درت قناه اخرى، والناس اللي ديجا كيشاهدونا في الحمد لله، وكنشكرهم من هذا المنبر هذا، وعلى الكومونتيرات ديالهم الزوين، مع لي لايك. نتمنى تبارطاجيو واحد العدد ديال الناس لهذا الفيديو هذا، الناس المبتدئين، باش حتى هما يستافدوا من هاد الخلطات، ويستافدوا من هاد البيض حتى هما. الله يحسن العوان. هانتوما تشوفوا الدجاج ديالنا فرحان الحمد لله، في حالة جيدة، كياكل بخير وعلى خير. تهلاو ليا في راسكم ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. مع السلامة. تهلاو في راسكم. مع السلامة.